مشكلك مع الغنوشي، أنت اتهمت حزب النهضة بأنه حزب علماني لا يمثل الإسلام، وقلت أيضا أبعد من ذلك في قضية اتهام الأخوان كلهم، قلت مشروع الحزب السياسي لإخوان اليوم أقرب ما يكون إلى مشروع أي حزب علماني يعلن عن مبادئ الحق والحرية والعدالة والمساواة، لا كبير فرق بينهم وبينهم. هل هذا هو المشروع الإخوان الذي طالما سمعنا هم يرددونه ملخصا في الله غايتنا، الإسلام طريقنا، الجهاد سبيلنا، والأبيات التي قالها سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إنما نقرأ عنه اليوم في تونس ومصر ليس هو المشروع الإخواني، بل هو مشروع حزب يتبنى فكرة العلمانية الجزئية التي نادى بها المسيري رحمه الله. طيب أنا أحل هذه الإشكالية. نعم. الأسئلة التي طرحت على الغنوشي في برنامج في العمق مثلا، نعم، وجهها يستضيف الأستاذ علي الظفيري المنصف المرزوقي ويوجه له نفس الأسئلة، وينظر ما هو فرق الأجوبة بين أجوبة الغنوشي وبين أجوبة المنصف المرزوقي. فإذا وجد فرق يعبر عن أن الغنوشي يمثل التوجه الإسلامي الحقيقي والمرزوقي يمثل التوجه العلماني، أنا سأنسحب من كلامي. أنا أعتقد أن عندما يقول قائل أن السيادة للشعب وليست للشريعة، أعتقد أنه خلاص هذا يعني هم